السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم يا حبايب قلبي، وصلوا على النبي كده. وربنا يسعدكم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل بقى جلاش باللحمة. شايفين يا حبايبي لونها بدأ يتغير اهو. هنا بقى يا حبايب قلبي هنحط بقى ايه؟ دي البصلة، جبت بصلتين متوسطين لان انا مش عاملة كمية لحمة كبير، وقرن فلفل وجزرية بشرتها برضو، واحط فلفل احمر برضو اللي هي هرسة الشطة. هنا بقى هنحط ايه؟ البصلة بتاعتنا وعملت فصين توم برضو، بشرت فصين توم مع البصل. هنتبل بقى البصلة تدبل خالص. نحط بقى الفلفل، وعايز تحط طماطم، حباية طماطم صغيرة كده احط، بس انا ايه بحب احط لها معلقة صلصة خلاص. احط لها ايه؟ الملح بتاعها. الملح دي بقى حسب الرغبة، يعني حسب كمية اللحمة عندك بقى. هنا يا حبايب قلبي هنحط ورق لورا والفلفل الاسمر. احط شوية بابريكا بسيطين خالص عشان ايه ما تغمقهاش. احط توم باودر وبصل باودر شوية صغيرين. ريحة بسيطة خالص علشان انا حاطة فيها اصلا بصل وتوم، بس كده خلاص. هنا بقى بعد ما البصلة دبلت هنحط بقى ايه؟ الفلفل والجزر. هنا يا حبايب قلبي اللحمة بتاعتنا متعصجة اهي والجلاش. هنا بقى سيحت السمنة. هحط بقى هنا ايه؟ نضرب شوية بيكنج باودر فيه، بس هدهن الصينية الأول.
شوية بيكنج باودر على السمنة، بتخلي الجلاش بتاعنا كده يورق ويبقى جميل. اي حاجة مقطوعة كده مش هتترمى، بتتحط برضه. وكده يا حبايب قلبي الجلاش بتاعنا بعد ما قطعناه هنحطه بقى. انا مولعه الفرن قبل ما احط يعني قبل وانا ببدا اعمل في الجلاش بولع الفرن يسخن واحطه على الشبكه واقوم حطاه 10 دقايق. احط بيكنج باودر عشان ايه بتخلي الجلاش بتاعنا ممرق كده وجميل. احط شويه فلفل اسمر. الجلاش بعد ما الشمع حطيته في الفرن خد 10 دقايق في الفرن. نحط له بقى ايه التشريبات بتاعته. انا حطيت حليب على شوربه على بيض فلفل اسمر ملح. دلوقتي يا حبايب قلبي الجلاش بتاعنا طلع من الفرن اهوت مورق وجميل. وعملت رز بشعريه واللوبيا باللحمه وعملنا العصير بقى والسلطه وعملت سمبوسه بالجبنه برضو يا حبايب قلبي. وكل سنه وانتم طيبين. ودي كان الروتين بتاعنا النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.